ماما ماما يا ماما، طب بص لي طيب. معلش، عايزة إيه؟ انت كنت بتسأليني على ايه؟ انا دلوقتي دماغي دي هتشت مني. انا والعيال على الجروب دلوقتي عايزاهم يقنعوني. ركز معايا من فضلك. ماشي. ركز معايا. انا مركز. اشكاليه في فيلم الايدي الناعمه، اشكاليه كبيره. ماشي. دلوقت احمد مظهر حب صباح، اللي هي مين؟ اللي هي اخت جوز بنته اللي هو كان ابي عن جوازته. ماشي. حلو الكلام. حلو الكلام. دلوقتي لو احمد مظهر اتجوز صباح وخلف ولد، الولد هيبقى اخو ليلى طاهي، وجوز ليلى طاهر يبقى خاله. حلو. ماشي. طب دلوقت لو احمد مظهر خلف ولد وليلى طاهي خلفت بنت، والواد حب يتجوز بنت خاله اللي هو اخو صباح، ماشي. يجوز؟ انا مش فاهم. ما يجوز. عارف ليه؟ ليه؟ لان ليلى طاهر اللي المفروض حماته تبقى اخته، كده هو بيتجوز بنت اخته، يعني بنت خاله وبنت اخته. انا دماغي هتشت مني بقى. طب بلاش دي، بلاش دي، خلي ليلى طاهر دي هي اللي خلفي البيت، واحمد مظهر اللي خلف الولد، ماشي. والبنت حبت الولد والواد حب البنت، وحبت تتجوز ابن عمتها اللي هي صباح. ماشي. يعني المخرج لما حزم الامور ما فطنش حته زي دي ليه؟ طيب فرضنا بقى البنت حبت ابن عمتها اللي هو ابن صباح. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هيجوز لها؟ هو خالها اخو امها، وخالها اخو ما هي ليلى طاهي بنت احمد مظهر، وهو ابن احمد مظهر، الاتنين يبقوا اخوات. ايوه، هيتجوزوا بعض ازاي بقى؟ مانيش عارف. لا. اللي هي برضه ليلى طاهي ازاي؟ تبقى هتنهب. سيبك من الجروب ده يا ماما. لا، ما انا لازم انا ما ينفعش حاجه تعدي مني. طب انا عندي موضوع تاني. كنت زمان بسجل الاسماء على التليفون، مثلا احمد اس، يوسف الف، وكنت ابص للتليفون كده اهو، ابص للتليفون كده واعرف هو مين. دلوقتي احنا في حاله مرحليه انتقاليه. جيل التسعينات اصابته اللعنه. جيل التسعينات اصابته اللعنه يا شباب. عارف ليه؟ ليه؟ دلوقتي كنت الاول اكتب يوسف سي، اعرف مثلا ان ده يوسف السباك. احمد كاف، اعرف ان ده احمد الكهرباء. ماشي. اضحك عليا، اضحك بقى عليا، الضحك هنا بقى. حاليا جيل التسعينات في مرحلة انتقالية من الشباب، من مرحلة الشباب إلى مرحلة الشيخوخة. ها؟ متفقين معايا؟ شيخوخة؟ إيه والله أنا هثبت لك. ماشي. بقول لك أنا كنت بكتب يوسف سي، أعرف إن ده يوسف السباك. ماشي. وأحمد كاف، أعرف إن ده الكهرباء. ماشي. ونعمله كده دال وعلي، مثلا دكتور علي. ماشي. تعالى شوفني أنا مسجل. الضحك هنا بقى، الضحك هنا. أنت لو شفت أنا مسجلة الأسماء إزاي، أقسم بالله هتموت من الضحك. ماشي. عارف انا مسجله المهندس ايه؟ ايه؟ المهندس حسام جوز البت هبه صاحبتي، اللي كان جاي يصلح الراوتر وكان عنده خراج في ضرسه، اللي سكن في الدور الرابع، عماره 90. ده عشان الرقم بس. وتخيل ان انا بعد ده كله اجي برضه جايله المهندس حسام، يعني كاتباها المهندس حسام مايكروسوفت اللي سكن في الدور الرابع، جوز البت هبه صاحبتي، اللي كان جاي يصلح الراوتر وكان ضرسه وجعه وطالع له خراج وعايز عمليه، وساكن فين؟ وسكن في الدور الرابع عماره 90. ولحد دلوقتي مش عارفه مين المهندس حسام برضه. كل ده عشان تعرفي الاسم لما المحدد اللي انت عاوزاه وما عرفتوش دلوقتي، مع انك كاتبه كل ده. كاتبه كل ده، كاتبه قصيده وما عرفتوش برضه. وما عرفتش هو مين. يبقى العيب عند مين بقى؟ هل انا لوحدي اللي كده ولا معظم جيل التسعينات كده؟ قولولي. من مواليد 90 فنازل، اصابتهم اللعنه ولا اصابتني انا بس؟
طب الاشكاليات دي هفكها ازاي؟ اكتبوا لي في الكومنتات حل عشان خاطر انا ما شدتش لوحدي. مستنياكم.